السلام عليكم. زي ما شفتوا في عنوان الفيديو بتاع النهارده، انا هكلمكم عن اول بطوله باور ليفتنج دخلتها في حياتي، وايه اللي حصل في البطوله دي وكانت ماشيه ازاي. هنقل لكم التفاصيل كده بشكل مبسط، واديكم فكره كده عن اللي بيحصل في بطولات الباور ليفتنج، عشان لو حد فيكم حابب ان هو يدخل بطوله باور ليفتنج او ان هو يشارك في المجال ده اصلا. طيب، بطوله الباور ليفتنج دي بتبقى في شهر رمضان، وشهر رمضان خلاص فاضل عليه اقل من 15 يوم. وللاسف انا مش هقدر اشارك في البطوله دي السنه دي، لان انا بقالي اسبوعين بس راجع للتمرين بعد انقطاع 6 شهور. فانا للاسف مش هلحق ان انا احضر لها لان باقي 15 يوم. فاعتقد ان انا مش هقدر، او ده مش وقت كافي ان انا احضر لبطوله زي دي. طيب، من غير ما اطول عليكم خلونا نخش على اول فيديو واول رفعه ليا في البطوله، وكانت بالبنش بريس. وتعالوا نشوف مع بعض كده كانت عامله ازاي. انا فاكر في اللقطه دي لما الحكم قرب عليا كان بيقول لي دول 100 كيلو هتقدر تشيلهم. فانا قلت له ان شاء الله. خلونا نكمل. كله اتصدم هنا، حرفيا كله اتصدم. انا حاسس ان الناس كانت مراهنه عليا ان هو هيقع عليا يموتني، انا مش عارف ليه. يعني كنت اول مره ان انا الناس تشوفني في بطولات باور ليفتنج اصلا ومحدش يعرفني، فانا مش فاهم ليه الناس كلها كانت متخيله ان انا مش هقدر اشيل 100 كيلو في البنش بريس، مع ان ده كان رقم سهل جدا في وقتها بالنسبه لي. خلينا نشوف الرفعه اللي بعد كده، وكانت 120 كيلو في البنش بريس. الرفعه دي ما كانتش سهله وما كانتش صعبه، لان انا كنت في تمرين العادي بشيل ال 120 كيلو عادي، بطيرها حرفيا بهزها على البنش. بس هنا انا كنت هلكت نفسي حرفيا في التسخين، لان انا سخنت كتير قوي في البنش ودخلت ال 100 كيلو وبعد كده ال 120 كيلو. كان وقت الراحه بينهم قليل جدا، ما لحقتش ان انا استريح اصلا. عشان كده الرفعه كانت بالشكل ده معايا. وخلينا نخش على اخر رفعه في البنش بريس، وكانت 130 كيلو. وال 130 كيلو انا خلاص كان الشيست عندي اتدمر، ما كنتش قادر ان انا ارفع حاجه اصلا، ما كنتش قادر اعمل واحد بوش اب اصلا من على الارض. فال 130 كيلو كانت محاوله خاطئه في البطوله وما اتحسبتليش. وبعد كده خلينا نخش على الديد ليفت، واول رفعه في الديد ليفت كانت 150 كيلو. مش عارف رقم تافه، بس خلينا نشوف عملت ايه في الرفعه دي. مفيش اسهل من كده. ورفعه الديد ليفت اللي بعد كده كانت 180 كيلو. خلينا نشوف انا عملت فيها ايه. طيب، انا رفعت الرفعه وبصيت للحكم كده اللي هو خلاص انزل. تمام، كانت سهله جدا طبعا، وكنت متمكن شويه في الديد ليفت، واوزاني فيه كانت قويه شويه في الفتره دي عن بقيه الرفعات التانيه. ودي اخر رفعه في الديد ليفت، كانت الماكس مش عارف تقريبا كانت 200 كيلو او حاجه زي كده. واقصى وزن اترفع في البطوله دي كانت 230 كيلو، اللي رفعهم اللي اخذ المركز الاول. وانا حاولت ان انا ارفعهم، بس ده اللي حصل معايا. كان 230 كيلو كان رقم صعب، كنت انا لسه ما جبتوش اصلا. كان الماكس بتاعي 210 في الوقت ده. فاعتقد كان مستحيل ان انا اطلع بال 230 كيلو. واللعبه اللي بعد كده انا صاحب اكبر رقم فيها في البطوله كلها، واللعبه دي معتمده شويه على اللياقه البدنيه. وخلينا نبص عليها كده. انا هنا كنت منطلق حرفيا. انا اكتر رقم اتسجل في البطوله جبت تقريبا 17 او حاجه زي كده. مفيش حد جاب الرقم ده في البطوله كلها، وفي ناس اصلا ما عرفتش تجيب رفعه واحده للكاوتش ده حرفيا. هو الكاوتش ده اصلا مش تبع الباور ليفتنج، بس البطوله دي مش باور ليفتنج قوي يعني. على قد ما هي قوه بدنيه، هي دي اسمها بطوله اقوى رجل في السويس. فاصلا انت لو في بطوله باور ليفتنج مش هتلاقي اللعبه دي اصلا موجوده، هيبقى مكانها السكوات. بس في البطوله دي مفيش سكوات، انت بتخش بدل السكوات بتخش التمرين ده. وانا كنت صاحب اكبر رقم في التمرين ده، جبت تقريبا 17 عده، محدش جاب الرقم ده. فخلينا نشوف بقى بعد كده وانا بستلم بقى الجائزه بتاعت المركز الثالث. وانا مبسوط ان انا جبت مركز ثالث في بطوله انا عارف قبلها بساعتين وفي رمضان وما كنتش محضر لها. واول بطوله باور ليفتنج اخشها واجيب مركز ثالث، فانا مبسوط بالمركز ده جدا ومش زعلان طبعا. وهنا وانا بستلم الجائزه، ما كنتش عارف المركز كام، بس لقيتهم بيقولوا الثالث محمد فريد، فقلت ماشي. اللي حصل معايا في البطوله دي كالاتي. دخل عليا الكابتن نوفل واسيب لكم صورته. وانا الكابتن نوفل ده ما شاء الله عليه من العصر الذهبي لكمال اجسام.
قال لي في بطوله بعد الفطار، كنا في رمضان، قال لي انا كتبت اسمك في بطوله بار ليفتنج انا حكم فيها وانت هتلعب النهارده. قلت له كوتش انت بتقول ايه؟ بطوله؟ انت لسه قايل لي بطوله النهارده واخش العب النهارده؟ قال لي انا كتبت اسمك خلاص بعد الفطار في المكان الفلاني. فرحت وبالفعل لقيته كاتب اسمي ومدبسني في البطوله دي.